اهلا يا اصحابي. النهاردة جبتلكم حدوتة جميلة قوي من حواديت ويني الدبدوب. حدوتة النهاردة اسمها القفز الممتع. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في دبدوب اسمه ويني. ويني كان عنده 3 اصحاب، نمور وارنوب وزورو. وفي يوم شم النسيم الغابة كلها كانت بتحتفل بيه. ويني الدبدوب كان عمال يدور على خلية نحل، وهو بيدور على الخلية قابل صديقه نمور. نمور كان عمال يقفز من المتعة ان النهاردة شم النسيم. راح قال للدبدوب ويني: ايه رأيك نروح نقابل باقي اصدقائنا علشان نخرج كلنا سوا؟ ويني قال ان دي فكرة كويسة قوي علشان يبطل يفكر في العسل. وفعلا راح ويني مع نمور علشان يدور على باقي اصدقائه. وهم ماشيين قابلوا صديقهم ارنوب، وكمان لقوا صديقهم زورو. كده الاصدقاء كلهم اجتمعوا سوا وفضلوا يقفزوا من الفرحة مع نمور، فرحانين النهاردة شم النسيم وبيحاولوا يكونوا مبسوطين ويحتفلوا بيه. كل ده ويني عمال يبصلهم وهم بينطوا وهو مبتسم. الاصدقاء لاحظوا ان ويني مش بيقفز معاهم، راح قربوا منه ونمور قال لويني: يا ويني انت ليه مش بتنط؟ يلا نط معانا، اقفز يلا. وارنوب قال له: اقفز يا ويني، انت لو قفزت رجليك هتبقى كلها نشاط وحيوية. رد عليهم ويني وقال لهم: انا ما اعتقدش ان الدببة بتعرف تنط، انا ما بعرفش اقفز لان رجلنا صغير قوي قوي قوي، بص عليها كده. راح زورو قال: مسكين يا ويني، معقول مفيش طريقة تخليك تقفز معانا فيها؟ وفي اللحظة دي جت فكرة جميلة قوي لأرنوب. أرنوب طلب من زورو إن يجي معاه المزرعة، وهناك مسك أرنوب قماشة مطاطية كبيرة وقال له: استخدم الملاية دي لحماية خضرواتي في فصل الشتاء، ودلوقتي أنا أقدر استخدمها علشان يقفز عليها صديقي ويني. وبالفعل جابوا الملاية وحطوها على عربية خشب كبيرة وشدوها كويس قوي. طبعا علشان يتأكدوا ان الفكرة بتاعتهم هتنجح ولا لأ، حبوا يعملوا تجربة الأول، فجربوا في أصغر حد فيهم. مين أصغر حد فيهم؟ صديقهم الفار زورو. وبعدين قالوا له: يا زورو، بعد إذنك ممكن تطلع تنط على الملاية دي علشان احنا عايزين نتأكد ان التجربة بتاعتنا هتنجح ولا لأ. وبالفعل زورو نط على الملاية وفضل ينط عليها وهو حاسس بالسعادة لأن عجبته الفكرة قوي، والتجربة نجحت وكانت ممتعة جدا. وزورو قال لويني: بص انا بنط ازاي، انت هتنط كده زيي. وفضل يقفز يقفز بطريقة ممتعة وفي سعادة. وفعلا طلع ويني على الملاية المطاطية اللي محطوطة على عربية الخشب، وفضل ينط وهو مبسوط قوي انه اخيرا قدر ينط زي باقي الحيوانات. فضل يقفز في سعادة ومتعة وبيقول لنفسه: الله قد ايه القفز جميل قوي. وبعدين فكر وقال لنفسه: بس القفز هيكون اكتر متعة لو في حاجة انا اقدر اوصل لها. وهو بيقفز بيبص لفوق كده، لقى الشجرة اللي فوقيه فيها خلية نحل، ولقى العسل بتاعه موجود فوق عند الخلية. وبالفعل فضل يقفز ويني يقفز يقفز لحد ما قدر يوصل للعسل. فبقى ويني قاعد على الملاية وحواليه كل العسل اللي بيحبه. الأصدقاء فضلوا يضحكوا عليه ومبسوطين إن ويني قدر يوصل لطعامه المفضل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ وسؤال حدوتة النهاردة: يا ترى ليه ويني ما كانش بيعرف يقفز زي باقي الحيوانات؟ لو عرفتم الإجابة
اكتبوها في الكومنتات. لو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تعملوا لها لايك وتعملوا اشتراك في القناة علشان تسمعوا باقي الحواديت الجديدة، والحدوتة اللي تعجبكم ابعتوها شير لكل اصحابكم اللي انتوا بتحبوهم. تصبحوا على الف خير.